صعيدة مين يا عم؟ انتوا هنا بمكاني ويلا مالكمش فلوس. يا ابو عمو عيب عليك اللي انت بتعمله دي، ولا انتوا ما عداش عليكم الوصول؟ يا عم ادينا فلوسنا وخلينا نروحوا. يا عم قلت لك مالكش فلوس عندي، ودخلة الصعايدة دي في شغل الجلاليب مش هيخيل عليا، يلا مالكش فلوس هنا يا. تشكر يا راجل يا محترم. الجلابيه اللي انت بتتكلم عليها دي اشرف منك ومن بلدك، والمفروض تدينا حقنا عشان نتوكل على الله. تصدق انك انت راجل كبير وخيخة وانا هعمل معاك الغلط. وقف يا ابو عمو. نزل يدك يا بتمد يدك على راجل كدابوك وكمان صعيدي. نزل يدك يا، انت هتخيب ولا ايه؟ تشغلش بالك انت يا عم الحاج، وحقك هيجي لك تالت ومتلك، وانت وجعت ابوك زي الطين، ويومك مش هيعدي على خير. ايه اللي حصل لده كله يا جماعه؟ والله يا واد عمي احنا الراجل دي لنا 6 شهور شغالين معاه ومش عايز يدينا فلوس، وكل ما بنطلبوه عمال يهزك فيني، واحنا لو كنا ساكتين لاجل لقمه عيشنا بس. نحن ناس غلابه يا ولدي، مش عايزين مشاكل. يعني الناس ساكتة وكسرة نفسها لاجل لقمة عيشها معاك، وانت تهتك فيهم كده. تصدق انك انت راجل قليل الجميل وما عدلش عليك النخوه ولا الرجوله. ده مش هيفهم كلامك يا واد عمي، اخبط على خشمه وهات منه فلوس الناس داي. انت هتخيب يد ولا ايه؟ انتوا كلكم هتعملوا عليا رجاله؟ انت هتخيب يا ابو عم ولا يا لا؟ لو ما تعرفش الصعايده اسال عنهم زين. وعلى العموم احنا جينا لك بالود وقلنا يمكن نحل، انما انت مش عايز ود. فلوس الناس دي وهاخدها حتى لو عافي. هات الفلوس. خدوا فلوسكم يا رجالي ويلا بينا. على الطلاق ما هتطلعوا على رجليكم. بس يا توتي ده بتاع كلام بس، دي مش هيبطل كلام لحد الصبح عليك.